صباح النور حبيباتي، واش راكم؟ واش حوايلكم؟ كيفاش راكم مع رمضان؟ كيفاش راكم تفوتوا في الوقت؟ حكوا لي شويه في التعليقات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم وصفه لي بابا، لان نعتبرها وصفه تقليديه من زمان يا زمان. بالنسبه لي نعتبرها تحليه، طبق رئيسي طبق ثانوي. كي تحضر هي يغيب كلش. نبداو في اول حاجه اللي هي الشربات. عندي 2 كيسان تاع ما، كاس غير صباع تاع سكر عادي، وعندي ان ترونش هكذا تاع تشينا. نجي نحطهم فوق النار، غير تبدا تغلي لي ولا تهز الغليه، نحسب 10 دقائق ونطفي عليها. تقدري تبدلي هنايا هاد الترونش تاع لورانج بترونش تاع سيترون كيما تحبي نتيا. وشو لي بابا الاصليين نشوفوا فيهم ريحه التشينا. هنا نبقى نحرك غير شويه حتى نشوف هذاك السكر بدا يتميلونجي لي مع الماء، ونخليهم نكمل العمليه وحدها. نجي هنا كاين باتيسير واش راح نحتاج فيها. عندي كاس تاع الحليب، راح ندير كميه قيس لي بابا اللي عندي، نحطو يسخن. ونجي هنايا في طبسي ندير 2 صفار بيض، حجم البيضه كان متوسط، نحركهم شويه ونجي نضيف عليها السكر. 2 مغارف تاع السكر. راح نخليكم كامل المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالمغرفه. عندي هنا 30 غرام تاع نشا ما يعادل 2 مغارف، وعندي لافاني. نجي نخلط كلش مع بعضه مليح، ومن بعد كي يسخن لي هذاك الحليب نجي نبدا نفرغ عليه بشويه باش ما يطيبليش البيض تاعي. هذيك المغرفه تاع الزبده راح نضيفها بعد ما يطيب لي هاد الكريمه تاعي. ندير حوالي نصف الكميه تاع الحليب اللي كان سخن لي، ومن بعد ندير الطريقه العكسيه، نجي نفرغ البيض على الحليب، نحرك غير بشويه باش ما يطيبليش البيض. كي ندير الطريقه العكسيه نحطها على النار لمده ربع ساعه، وانا نحرك غير بشويه على نار قليله، باسكو هنا ثمثم توجد لي خطر الحليب كان سخون. نجي نحطها في ان ريسيبيون، ندير عليها المغرفه تاع الزبده ونغطيها حوالي نص ساعه في الثلاجه. لازم ترتاح لي وتبرد لي باش نجي من بعد نعاود نطلعها بالخلاط الكهربائي. نفوتو هنا العجينه نتاع لي بابا. واش نحتاج فيها؟ عندي 2 بيضات الحجم تاعهم كان متوسط، عندي قرصه تاع الملح، وعندي نصف كاس حليب يكون دافي، وعندي ثلث الكاس تاع سكر عادي، وعندي نصف غير صباع كاس يكون زيت. نجي نحرك كلش مع بعضه في البدايه، ونضيف المغرفه تاع الخميره اللي هي 10 غرام ما يعادل المغرفه كبيره. بعدها نضيف عليها الزيت. هنا عندي 80 غرام تاع زيت كما قلت لكم، تحت النص ناقص صبع. خلط كلش ونجي ندير لافاني وندير القشور تاع البرتقال. تقدروا ديروا القشور جدد ولا ديروا القشور المجففه، تقدري تاخذيهم ثاني وحدك في الدار ولا تشريهم لي سوبيرات. نجو لافارين. هنا عندي الكميه الكامله تاع لافارين هي كاس ونص، لازم تتغربل باش لي بابا تاعنا يجو خفاف. المقادير هذو اللي راني نعطيكم فيهم كامل مضبوطه، راح تخرج لكم 18 حبه تاع لي بابا بالحجم اللي راح نخدمهم. اذا حبيتوا لي بابا تاعكم يكونوا بزاف غونفلي تخرج لكم حوالي 15 14 حبه. هذا هو القوام تاع لي بابا اللي نحتاجو، والله عجينه لي بابا اللي نحتاجها. ونجي نغطيهم ونخليهم حوالي نص ساعه حتى 45 دقيقه. اذا حبيتيهم يتخمروا لك ثم ما يطولوش عليك، حطيهم في مكان دافي، ما همش راح ياخذوا لك وقت، وتقدري تخدمي بهم بعد ربع ساعه ثاني، مش راح يكون مشكل. هنا بعد ما ارتاحوا لي شوفونا كيفاش تخمرت. نجي نديرها في ان بوش باه نخدم في النقا. لازم تخدموا بلا بوش لاخطر ما فيهاش بالمغرفه، راح تزيد لكم الحاله كامل. جبت هاد الليمون اللي عندي، اللي انا عندي 6، تقدروا تستعملوا ليمون تاع سيليكون. جيت درت لهم الزيت ودرت لهم لافارين الطريقه التقليديه. نجي ندير تور واحد بلا بوش. في هذا الوقت راني نخدم والله نملا في ليمون. كنت شعلت الفور تاعي هنا، غير نمليهم نخليهم يرتاحوا 5 دقائق. في هاد 5 دقائق راح يختمروا بسرعه. ونجي ندخلهم للفرن، ندخلهم على درجه 280 درجه في الرف الوسطاني. غير يبداو يحمروا لي نجي نشعل عليهم من الفوق. انا هنا درت لهم حوالي نصف سنتيم باسكو نحب هذاك الثقب اللي راه في الوسط يبقى باين. اذا حبيتي تجي الحبه كما قلت لكم بومبي، زيدي عليها تور دوزيام تور. بعد ما نملاهم كامل نجي نخبطهم حوالي 2 خبطات 3 خبطات باه يخرج لي الهواء اللي فيهم وما يجونيش من الداخل فرغانين. نخبط
بهذه الطريقه. قطر هاد ليمون اللي عندي هو 6 سنتيم، كاين تاع 8 سنتيم وكاين اللي اقل منه هما 4 سنتيم. 6 سنتيم هو الحجم المعقول. حبس للبابا عفوا. انا بعد ما طابوا لي جيت حمرتهم شويه برك من الفوق، نحبهم انا هكذا دوري. جبت هذيك شربت بعد ما بردت لي، وهما يكونوا سخون، لازم يكونوا هما سخونين ولا شربت سخونه. شوف شلون نحاو لي فاسيلمون. نجي نحطهم حوالي 3 دقائق 4 دقائق، نقلبهم ثاني مده 3 دقائق 4 دقائق، ومن بعد نجي نخرجهم ونخليهم يتقطروا لي في كسكاس. انا البنات لازم يتشربوا مليح، كل ما يتشربوا تحسوهم باللي تنفخوا. شفتوا الحجم كيما حطيناهم، وشوفوا دوكا الحجم تاعهم بعد ما يتشربوا مليح. مده التشرب كامله للحبه هي 6 دقائق، 3 على وجه و3 على وجه. شوفوا الحبه هنايا كيفاه تقنفلت معناتها شربت بيا. نحطوها تتخلص من كامل هذوك السوائل الزايدين، ومن بعد نجو نستعملوا بها. نرجعوا لا كريم باتيسير تاعنا بعد ما ارتاحت، نجيب هنا خلاط كهربائي ونجي نطلعها حتى نتولي معايا بهذا الشكل. نجيب ان بوش، هنا لابوش تقدروا تستغنوا عليها، ولكن انا ديما نفضل نخدم بها. راح نستخدم عفوا هاد لي فيرين بزاف هايلين، يعطيو واحد المنظر ثاني توب توب. هنا جبت كانت عندي شويه تاع لي فريس، كنت قطعتها ديكيب صغار ودرت لها الثمار تاع السكر، خليتها ريحت نص ساعه، ونجي نديرها كطبقه اولى للتزيين. تقدري هنا ديري البنان، تقدري ديري تفاح اذا استعملتيه لازم تغليه في السكر ومغرفه صغيره تاع الخل باه يطرى لك. ومن بعد اجبديه وديري له 2 مغارف تاع سكر نورمال، خليه يرتاح شويه، ولا 2 مغارف تاع العسل، ومن بعد زيني به ولا ديريه كطبقه اولى. نجيب الطبقه الثانيه اللي كنت خدمتها، ومن بعد نجيب الحبات تاع لي بابا بعد ما كانوا تكطروا مليح، نحطهم من فوق. ما نحاولش عفوا نضغط عليهم، نحط الحبه تاعي فاسيلمون راح تحكم بلاصتها. هنا الكميه الكامله اللي درتها انا درت 12 حبه، باسكو هذو هما المقادير اللي نخدم بهم عندي سنين. الكميه الكامله قلت لكم تخرج 18 حبه، انا هنا درت 12 حبه، والحبات الاخرين جيت خدمتهم بشكل ورده. ما حبيتش نفيلميهم معكم باه ما خلطش عليكم الشكل الاصلي تاع لي بابا. بعد ما كملت كامل هذا المونتاج، نجي طلعت كاس تاع قهوه صغير شونتي، وكاس غير ربع تاع ماء يكون بارد ولا حليب يكون بارد، فقط للتزيين. وخطوه تعطي ثاني منظر بزاف هايل. كنت خليت شويه تاع لي فريز لا ديكوراسيون غير من الفوق. لهنا يا بنات لحقنا نهايه الوصفه، ان شاء الله ربي تكون عجبتكم. والطريقه الصحيحه تاع لي بابا راهي بزاف سهله، ما كانش اسهل من هذه. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. ما تنساوش الجيم وتخلوا لي تعليق ولو بنقطه، ما عندكم ما خسرتوا. الى الملتقى ان شاء الله.